على الاستضافة متاعكم لهنا. دونك هند الزويري، دكتورة في الموسيقى. تعلمت القانون من وقت أنا صغيرة، والدي هو عازف قانون وأنا من عائلة موسيقية كبيرة في صفاقس. عملت الكونسرفاتوار من وقت عمري 8 سنين وحفظت آلة القانون، وحاولت اني نطور في اسلوب العزف على هذه الآلة بشوية بشوية. ومن بعد دخلت المعهد العالي للموسيقى بصفاقس، تحصلت على الجائزة الأولى في الجمهورية التونسية، وجيت للسوربون عملت الماستر متاعي في الموسيقى ومن بعد الدكتوراه، وصدر لي ألبوم أول اسمه لانفول التحليق، وكان عنده صدى كبير وكان فيه هو نوع من المزيج ما بين الموسيقى العربية والإسبانية والفارسية. وتوا الألبوم الثاني اسمه بلادي. بلادي هو أكثر متخصص في الموسيقى العالمية، هو أكثر بوب روك أورينتال، يعني هذوما الموسيقات المودرن. وحبيت أنا عن طريق القانون نوري إلى الموسيقى متاعنا العربية هي قادرة أنها تنفتح على الموسيقات الأخرى، يعني وبما أنه هي الموسيقى هي لغة عالمية، دونك عن طريق آلة القانون نجم أنا نوصل دي ميساج بأي لغة، معناتها عربية وفرنسية وإنجليزية وإسبانية، وإلا بأي نمط من موسيقي كسسوا الروك ولا البوب ولا أي نمط آخر. وحبيت فريمون نتخصص أكثر في الموسيقى العالمية في الألبوم تاعي هذايا بلادي اسمه. حبيت تتخصص في الموسيقى العالمية، مي اليوم نشوفوك بقانون. علاش القانون؟ القانون بالنسبة لي هو ملك الآلات، يعني القانون عنده خصوصيات اللي هي مش موجودة عند الآلات الأخرين. مثلا كان نحكيو على النبرة متاعو، التامبر. التامبر متاعو يعجبني برشا، فيه نوع من السحر، من سي ماجيك بور ولا نوع من السحر. والقانون هو آلة سمعتها من وقت أنا صغيرة، بحكم أنه والدي مارس آلة القانون وكان يعزف معناتها بالفرقة متاعو نجوم الشباب مع المطربات الكبار كيما صوفيا صادق ولطيفة العرفاوي وذكرى محمد، يعني في الطلعات متاعهم عزفوا مع والدي. يعني يمكن كان تربيت في بيئة أخرى، يمكن ما نكونش بنفس المستوى ولا ما نحفظش أصل الآلة، أما بحكم أني تربيت في بيئة موسيقية وزيد والدي يعزف قانون، حبيت الآلة هذه من وقت أنا صغيرة، يعجبني الصوت متاعها، وحبيت نتبع الطريق، نكمل الطريق اللي بدا فيه والدي. يعني l'album il est produit par mon manager Yvan Loco, donc c'est l'association Diwan qui a produit cet album. On a aussi reçu l'aide de l'ADAMI et le SPPF, et on est distribué par Quart de Lune, le distributeur Quart de Lune et Ristandal. On est distribué à travers Quart de Lune avec Rustandal. Sinon la sortie de l'album, donc c'est le 31 mars, il va être sorti dans tous les bacs en France, et sortie physique et numérique, donc sur internet aussi. Et le concert de sortie d'album c'est le 11 mars à FGO, Théâtre FGO Barbara, à Paris 18e. بالنسبة لي بلادي هي معناتها تخص أي واحد ينجم يعبر، يقول بلادي هو البلاد دو شاك بيرسون. دونك هذاك علاش ما نحكيش كان على تونس، مي بالطبع أنا en tant que franco-tunisienne je suis touchée par بلادي، لأني نعيش ما بين تونس وفرنسا. مي هو اسم بلادي فريمون يعني معناتها c'est plus vaste, c'est plus large. Et ça concerne n'importe quelle personne qui s'exprime et qui dit blédi quoi. استعملت في الالبوم تاعك جديد دي ريفيرونس على كتاب كبار في تونس اللي هما وي أبو القاسم الشابي وي سان كلان دوي لبلادك. وي بالنسبة لي أبو القاسم الشابي هو شاعر متميز جدا ومناضل
وانا اخترت لاني في الالبوم تاعي عندي je parle des messages, que ça soit la paix, que ça soit les droits de l'homme, les droits de la femme, et je trouve que Aboul Qasim al-Chebi il porte ce message en lui. Donc c'est pour ça que je voulais rendre hommage à ce grand poète tunisien Aboul Qasim al-Chebi اللي هو معروف في العالم العربي الكل. مي انا جو تروف اللي ثم تقصير في تونس في المكافأة متاعو ولا في رد الجميل واعتباراته لكل ما قام به الرجل هذايا.